المغرب اللي يقولون الجزائر أخطر علينا من إسرائيل، والجزائر تهدد وحدتنا الترابية، والجزائر تدعم الجيش الصحراوي، والجزائر واقفة ضدنا في المحافل الإقليمية والدولية. قال لك أخ مغربي، قال أنتم موجهين صواريخكم إلينا، فلماذا تلوموننا إذا طلبنا السند من أمريكا وإسرائيل؟ أريدك ترد على النقاط هذه، لأن برشا مغاربة في الفيسبوك وفي التليفونات هذا هو كلامهم، أن الجزائر هي الخطر الأول عليه. مادام راح نتكلموا على قضية البوليساريو، الجزائر تدعم جبهة البوليساريو لأنها جبهة تريد أو ناس يريدون الانعتاق من الاحتلال، وقاوموا موريتانيا وحرروا الجانب الذي كانت فيه موريتانيا، وبقيت المغرب ملحة ومصرة على مغربية تلك الأرض. والبوليساريو قالوا نحن حررنا أرضنا ولن نقبل باستعمار جديد، خلاص يعني انتهى الامر. لانه اذا كان رجعنا للخرائط العثمانيه والى غير ذلك ما تفراش هكذا يعني تونس وتكون في مشكله مع مصر ولا مع ليبيا ولا الى غير ذلك، لا، الحدود ترسمها التضحيات ويرسمها دماء الشهداء، هذا هو المبدا الثابت. لما فرنسا تفرغت للجزائر، يعني اخذت الدول الاخرى التي كانت تحتلها اخذت حريتها وتفرغت للجزائر ونزل التقتيل في الجزائريين، والجزائريين كانوا يدافعوا على هذه الحدود الموجوده الان، بقاو يدافعوا عليها حتى اخذنا الاستقلال. وهذه 2,381 و 741 كيلومتر مربع تاعنا احنا الجزائريين حررناها بدمائنا، ولن نسمح لاي كان بان ياخذ منها شبر، حررناها بدمائنا، ما يجيش واحد من الخارج يقول ندوها. بوليساريو نفس الشيء، الفلسطينيين نفس الشيء. نحن ننظر الى الامر حد سواء، كل شعب يقاوم احتلال، والشعب الصحراوي قاوم الاحتلال الصحراء عفوا الاحتلال الاسباني وحرر ارضه في السبعينات. في السبعينات ونال الاستقلال تاعو من اسبانيا. ما تجيش المغرب ولا تجي موريتانيا تقول نديها جاهزه، هذه الدوله جاهزه. بالاضافه الى ذلك من حقنا احنا كجزائريين، قلت هي تمثل لنا بعد امن قومي. لا نريد ان هذا البلد الذي احتلنا مباشره بعد استقلالنا، لا نريد ان يصبح قويا ليفكر او ليحلم مره اخرى، وفي المناهج تاعهم الدراسيه موجوده هذه، يحلم مره اخرى باسترجاع حدود ما قبل التاريخ. فالموضوع الجزائري هو دعم حركة حرورية. وكما سمعنا للأسطوانة لا زالت تتردد لأجل من 40 سنة. أعتقد أن هذا الكلام سيظل فقط أسطوانة غابرة ترددها الجزائر العاصمة وقصر مردايا والجيش الجزائري، لكن هل لها ارتباط بالحقيقة؟ هل لها ارتباط بالواقع؟ متى كانت هنالك جمهورية اسمها جمهورية الصحراء العربية أو تلك الاسم الوهمي؟ ما أي أصول تاريخية، أي روابط جغرافية؟ متى كانت هذه الدولة الوهمية؟ ليس هنالك أدنى مقومات قيام الدولة. الشاهد أننا اليوم يجب أن نتكلم لغة الواقع، أن نرى وأن نسمي المسميات بمسمياتها، لا أن نعيد أسطوانة آخر مستعمرة هي تساوم ليبيا. المغرب عبر عن رأيه في هذا الموقف. هذا هو الأساس الذي يجب أن تعمل عليه الجزائر، وهو أن تناصر أخاها المغرب المظلوم في ملف سبتة ومليليا وآخر مستعمرتين في أفريقيا. ما قاله الأخ بخصوص أن المقومات الدولة المعروفة في العلوم السياسية والقوانين، ربما هذا ما يفسر هرولة المخزن المغربي نحو تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أصبح في نظرهم دولة يجب أن تقام معها علاقات، في حين أن الشعب الفلسطيني الذي ما زال بيوتهم تدك على رؤوسهم وما زالوا يبنون المستوطنات وما زالوا يرتكبون المجازر، يعني ليسوا دولة. لم تعد فلسطين في نظرهم دولة، بينما إسرائيل هي دولة تستحق أن يضعوا يدهم في يدها القذرة ويدها النجسة والتي ما زالت تقطر دما من إخواننا الفلسطينيين. هذه المأساة نفسها الآن يطبقونها على الصحراء الغربية. هم يرون بأنها ليست دولة، يعني الناس الذين ما زالوا داخل هذا الإقليم ليسوا شعبا، يعني عبارة عن هيشر هكذا، يعني تقدر تحربوا في أي وقت، تقتلوا في أي وقت، تفعل فيه ما تشاء. الناس هناك يطالبون باستقلالهم،
ورفعوا عرائض بذلك، وقاوموا حتى مقاومة مسلحة منذ أن كان موجود يعني الاستعمار الإسباني، ومنذ أن اتفقت موريتانيا مع المغرب على تقسيم ذلك الإقليم، وأمام إصرار المخزن المغربي لوضع يده على تلك الأرض. الحدود ترسمها دماء الشهداء يا أخي. والجزائريون عندما حازوا على استقلالهم لم يكن الاستقلال هدية أعطيت هكذا للجزائريين كما أعطيت لبعض الشعوب. الشعب الجزائري دفع 1.5 مليون شهيد من أجل أن تستقل وأن تتحرر مساحة 2,381,741 كيلومتر مربع، كلها مسقية بدم الشهداء، والحدود التي رسمت مرسومة على الجزائر مسقية بحدود الشهداء. وهذا ما لم يستوعبه الحكم المغربي والمملكة المغربية، الملك المغربي، فأراد أن يقتحم تلك الأرض بناء على خرائط قديمة ويقول هي أراضي مغربية، وكذلك فعل مع الصحراء الغربية. يعني بعد ما بذل الصحراويون دماءهم وكافحوا وحاربوا وقاوموا الاحتلال الإسباني، جاءت المغرب لتقول بأن هذه الأرض بناء على خرائط تاريخية. الحدود يرسمها الشهداء، هذه واحدة. ثانيا، الدولة ليست مجرد شعب وسلطة وإقليم، بل هو انتماء مع هذه الأرض، بل هي مقاومة. والشعب الفلسطيني هو السيد الأرض وصاحب الأرض رغم أنف نتنياهو والحكم الصهيوني الذي هرول إليه ملك المغرب لينتصر به ضد البوليزاريو وضد الجزائر للأسف الشديد. ما ردك الأخ حمزة؟ أن ضيفك الكريم يعيش نوعا من التوترات النفسية التي تغيب عليه المعطيات ويتم الخلق. المغرب ظل وكان ولا زال مستقل في قراراته. الحدث الرئيسي في تدبير ملف الصحراء المغربية هو الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهذه دولة كبرى، وهذه النقطة هي مكسب كبير وقد تكون هدية رأس السنة لكل من يعادي الوحدة الترابية للمملكة المغربية. المغربية سير، المغربية وصل إلى درجة أن يعيد النظر في نموذجه التنموي الداخلي. أنا لا أود أن أرسل إشارات أو أتدخل وأسأل ماذا يجري داخل مطبخ الجزائر. لا أود أن أسأل عن الاستقرار السياسي، ولا أود أن أسأل عن الاستقرار أنه هو الرئيس الجزائري، ولا أود أن أسأل عن مؤسسات الدولة، لأنها كلها أمور داخلية. لكن الذي يمكن أن نفوز به كلتا الدولتين الجزائر والمغرب وهو أن نجلس جلسة حوار، جلسة من أجل انتعاش الاقتصاد الاجتماعي، من أجل أن يستفيد الجزائري من ثرواتنا الفلاحية الغذائية، من الحليب المغربي ومن اللحوم المغربية الحمراء ومن التطور الذي وصل إلينا الفلاح، وأن نستفيد كذلك نحن من الغاز والبترول الجزائري، ويكون هنالك نوع من التكامل والتعايش. هذا هو الذي يجب أن ننظر إليه، لا أن ننظر إلى ملف وقعت فيه انزلاقات، وقعت فيه أخطاء في الماضي. شفت يا دكتور وين وصلنا؟ يعني والله عجائب الزمن. يعني والله واحد عاش زمن وين أصبح هناك من يفتخر بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية لمواقفه. يعني كأن ليست هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت العالم والتي غزت العراق وحولته إلى الشكل الذي هو عليه الآن، وكأن ليست الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر الذي يقف دائما وراء نكبات العرب ونكبات المسلمين في كل بقاع الأرض. تأتي تفتخر أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية دارت مرسوم وليست مجرد تغريدة. يعني هذا كلام لا يمكن أن ينطقه عاقل وما زالت فيه بقايا من النخوة. نحن في الجزائر نفتخر بالرئيس الذي هو بخير والحمد لله، الذي قال بملء الفيه، قال لن نهرول للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا موقف مبدئي، موقف نابع من عقيدتنا الإسلامية أولا، ونابع أيضا من كوننا نعرف قيمة الأرض وقيمة الدم وقيمة العرق.
لن نضع يدنا في أيدي القتلى، وهذه مش مسألة داخلية، هذه مسألة تلقي بظلالها على كل العالم العربي. الدول المطبعة والدول المهرولة سوف تدفع ثمن هرولتها إن عاجلا أم آجلا حتى ما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا ستقولون لشهداء الفلسطينيين؟ وما الذي سوف تقولونه للشعب الفلسطيني الذي ما كان وما زال يستنجد إلى يومنا هذا بإخوته العرب والمجتمع الدولي حتى نأتي لنفتخر بالتطبيع مع هذا الكيان، ونفتخر بأن هذا الكيان قد جاءت طائرة وتم استقبالها بالطائرة من عندهم، ونفتخر بأنه سوف يفتح قنصلية ولا السفارة في العيون، يعني ونفتخر بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم بهذا تسيئون إلى علاقة الجوار. هؤلاء لم يأتوا من أجل سواد عيون المغاربة بالمناسبة، هؤلاء ناس عندهم مصالح ومصالحهم تتحقق بتحقيق الخراب على هذه المنطقة. يا رجل، كنت أتمنى أن تقول كلاما آخر، كنت أتمنى أن تقول كلام آخر بخصوص التنمية وإلى غير ذلك. نحن لا نتسول، بدليل أننا مستعدون على العيش ومستعدون للعيش دون أن نتسول من خلال التطبيع، مستعدون للعيش دون أن نتسول من خلال التطبيع. والله العظيم غير نموتوا بالجوع وما نطلبوش اللقمة من الكيان الصهيوني ولا من الولايات المتحدة الأمريكية نتاعك. ما نديرش أنا معاهم علاقات طبيعية من أجل أنني نوكل شعبي أو نكاية في الجزائر ونكاية في الشعب الصحراوي. يعني تطلب الدعم من اليهود، يعني هل هذا أمر معقول؟ وكلام يقال على وسائل الإعلام ومن إعلامي يفترض أنه عربي ويفترض أنه مسلم ويفترض أنه يفتخر ولكن للأسف قلت الفرق هو أننا نحن الجزائريون نرسم الحدود بالدم، وغيرنا ربما قد رسم حدوده من خلال المفاوضات ومن خلال اللعب تحت الطاولة. وما زال الشعب الجزائري إلى يومنا هذا يدفع ثمن مواقفه، ولا نستغرب ولا نتعجب بأن ربما حدث ما حدث بسبب تصريح الرئيس تبون مؤخرا عندما قال بأنه لن يكون هناك تطبيع مع الكيان الصهيوني بأي سبب من الأسباب، وهو الكلام الذي قاله سلفه إلى غاية هو الممدن الذي قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. كيف تكونون مع القضية الفلسطينية وأنتم تضعون يدكم في يد القاتل وتطبعون العلاقات مع القاتل؟ أنتم الآن فلسطين ما درتوش فيها الخير، فكيف أتوقع وكيف تريدون منا أن ننظر إليكم نظرة عادلة ونظرة حقيقية تجاه قضية الشعب الصحراوي؟ والله هذه في تلك. الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني سيان، كلاهما يريد أن ينعتق من الاحتلال ومن الاستعمار، وقد أبنتم عن سوءتكم عندما وضعتم يدكم في يد المحتل الصهيوني. ولا تفتخر بترامب وتفتخرش، هذا أمر لا يدعو إلى المفخرة، بالعكس هذا يدعو إلى العار ويدعو إلى الخزي. ولا تفتخر بترامب وتفتخرش، هذا أمر لا يدعو إلى المفخرة، بالعكس هذا يدعو إلى العار ويدعو إلى الخزي. هذا أمر لا يفتخر به المثقفون ولا يفتخر به فروض إعلامي يتصدر الآن المشهد من أجل الدفاع عن سياسة بلده للأسف الشديد. هل التطبيع بين المغرب وتل أبيب يا أخ مصطفى بونيف هل هو خطر على الجزائر؟ طبعا هو خطر على الجزائر وخطر على كل المنطقة. يعني هناك شيء اسمه الأمن القومي. الأمن القومي يبدأ من خارج الحدود ليس من داخل الحدود كما تعلمون. إذا كان يصبح ما بيننا وبين العدو الحقيقي للأمة العربية ولكل، احنا كنا نقولوا في السابق أبائنا كانوا يحاربون من أجل أن لا تقوم دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، لكن المصيبة الآن أن دولة إسرائيل أصبحت تريد أن تقيم دولتها من المحيط إلى الخليج. هنا المأساة. لا يأتي الخير من الصهاينة. منذ متى يعني قدم الصهاينة الخير للعالم العربي وللعالم الإسلامي؟ هؤلاء يعني منذ ثيودور هرتز. لكن هل تتوقع قصدي لحظة مصطفى عشان نكونوا أكثر يعني تركيز على موضوع النقاش. نعم. يعني هل مثلا كما يكتب بعض الجزائريين في فيسبوك ممكن تتوقع أن إسرائيل تعاون المغرب في موضوع الصحراء؟ ممكن أن تكون فيه قواعد إسرائيلية ولا أمريكية على الحدود الجزائرية؟ نعم بطبيعة الحال. يعني أنا قلت لك هذا التطبيع ليس من أجل سواد عيون المغاربة، ولكن من أجل تخريب المنطقة ككل انطلاقا من المغرب الشقيق. للأسف نعم سوف يستعين بهم المغرب
في عدائه للجزائر وفي عدائه للصحراء الغربية ولكل دول المنطقة. نعم، المغرب عندما طبع مع الكيان الصهيوني هو يهدد المنطقة ككل، وأول من سيحترق بها هي المغرب للأسف الشديد، لأن هذا الكيان موجود داخل لسواد عيون المغاربة. أكرر هذا الكلام وأقوله: لا يجب أن يصفق ويطبل لحكومة بلده عندما تضع يدها بيد الكيان الصهيوني، وما يقنعش نفسه، ما يحاولش يقنع الناس بأن التطبيع من شأنه أن يكون في خدمة الفلسطينيين. أبدا، ما يخدم الفلسطينيين هو أن ندعم مقاومتهم، هذا هو الصح، هو أن ندعم مقاومتهم، أن ندعم ملفهم في هيئة الأمم، أن ما يديرش يده في القاتل وما يفتخرش أنه دار علاقات مع الكيان الصهيوني، ويجيب عندنا هذا الكيان الصهيوني كي الكلب، هذا الكلب المكلوب يخوفنا به. يجيب عندنا هذا الكيان الصهيوني كي الكلب، هذا الكلب المكلوب يخوفنا به، شاد كلب في يده يقولنا دوك نطلق عليكم هذا الكلب ياكلكم. هذه الصورة الآن، هذه الصورة الحقيقية، ما يلزمش نهربوا منها. المغرب لجأ إلى الكيان الصهيوني من أجل قضية الصحراء الغربية، لا أكثر ولا أقل. أعتقد أنه نتأسف باستعمال ذلك الكريم بعض المصطلحات البذيئة والتي أخجل من نفسي من أستمع لها في هذه القناة. لا أبدا، على مصطلحات بذيئة لم أشتم يا أخي، ما شتمتش. أنا تكلمت كلام عادي باللغة العربية، ما أسأت لك، ما سبيتك، ما شتمتك. أنا كي نقول على الكيان الصهيوني كلاب، علاش يديك عليهم الغيرة مثلا؟ كلاب، الكيان الصهيوني كيان تاع كلاب. كلاب، الكيان الصهيوني كيان تاع كلاب، وأفتخر أن أقول هذا.